سلام، اليوم غادي نصايب معكم بريوة ديال الدجاج بطريقة سهلة واقتصادية. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. كنحتاج هنا 6 ديال البصلات اللي يكونوا كبار، كنقطعهم على هاد الطريقة شرائح صغار. عندي دجاجة ونصف اللي قطعتها ونقيتها مزيان من الجلود ديالها. كنضيفهم فوق ديك البصلة، كنضيف التوابل، عندي الخرقوم، سكنجبر، ابزار، 2 عويدات ديال القرفة والملح. كنضيف ايضا واحد المعلقه صغيره ديال السمن ونصف كأس خليط بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون، واحد الباقه خليط بين القزبر والمعدنوس. كنرد هادشي فوق نار اللي تكون مهيله وكنغطي عليه حتى كتبدا تغلى ليا البصله ديالي. كما كتشوفوا ما كنضيفش الماء نهائيا، غير البصله كافيه كطلق الماء ديالها. كنخليوها طيب على نار اللي تكون مهيله. هنايا من بعد ما كتشوفوا الماء نقص والدجاج ديالي كان طايب، كنطفي عليه، كنحيد ديك الدجاج كامل وكنخليه جانبا يبرد، وكنحيد ديك الباقه ديال الربيع وديك القرفة عواد من البصله ديالي، وكنرد البصله ديالي فوق النار حتى كتشرب ليا ديك المرق كامل وكتشحر ليا مزيان. هنا كنحتاج البيض، انا احتاجيت 5 ديال البيضات اللي كنطربهم. هنا البصله ديالي هانتوما كتشوفوا نقصات من المرق مره. هنا صافي كنبدا نضيف البيض ديالي بالتدريج مع التحريك المستمر باش البيض ديالي ما يطيبش ويجي باين. انا كنضيف وانا كنخلط، كنستمر على نفس الشيء حتى كنكمل الكميه كامله ديال البيض ديالي. وهنا من بعد ما نشفت ليا البصله مع البيض ما خصش يبقى فيها المرق نهائيا، خصها تنشف مزيان باش ملي كتعمر البريوات ديالك ما كيجيوش فازقين. هنا كنخليوها على جانب حتى كتبرد. والدجاج ديالي هنا من بعد ما برد كنفتتو قطع اللي صغيره. هنا من بعد ما فرتت الدجاج ديالي كامل كنضيفو فوق ديك البصله اللي مخلطه مع البيض وكنحركهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم وكيكونوا باردين تماما. صافي هنا كندوز نجيب الورقه ديال البسطيله ديالي اللي كتجي دائريه على هذا الشكل، كنطويها على 2، كنحيد ليها الجوانب ديالها وكنبدا نقيس 4 ديال الاصابع وكنقطع. انا على حسب يديدياتي صغارين، هانتوما كتشوفوا القياس اللي كيجي 4 ديال الاصابع. اللي مثلا بغاتهم كتر يمكن ليها دير كتر، اللي بغاتهم صغار يمكن ليها دير اقل، غير 3 ديال الصبعين. انا درت 4 وكنقطعها على الطريقه كما كتشوفوا معايا. صافي كنرد ديك الورقه في ديك البلاستيك باش ما كتيبش معايا وما كيضربهاش الهواء. كنخلي غير كميه قليله اللي غادي نبدا نخدم بها. هنا كنطلق الورقه ديالي. هانتوما تبعوا معايا الطريقه كيفاش كنلويها، راه الطريقه سهله. كنضيف الدجاج ديالي وكنبقى نلوي مره على اليمين مره على الشمال حتى كنكمل الطوي ديال البريوه ديالي. هانتوما كتشوفوا بديت من الجهه ديال الشمال غادي نرد على اليمين، وانا كنزير يدي باش ما تجيش البريوه مرخوفه
وتفتح معايا. عندي هنايا شويه ديال الطحين مع الماء اللي كنلصق بها البريوه باش ما كتفتحش. وكنستمر على نفس الطريقة مع البريوات كاملين حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة. وبالنسبة للورقة راه الجهة الحرشة كتكون لداخل والجهة الرطبة كتكون على برا. هنا من بعد ما كملت الكمية كاملة خرجت ليا 56 حبة. وهذه كانت هي الطريقة ديالي في البريوات ديال الدجاج. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفة ديال اليوم. هنا غادي نحتاج واحد البواطه ديال بلاستيك اللي كنضيف فيها البريوات ديالي باش كنحتفظ فيهم في المجمد. كندير الطبقه الاولى وكنزيد فوق منها البلاستيك والطبقه الثانيه والثالثه حتى كتعمر ليا ديك البواطه كامله، وكنحتفظ فيهم المجمد حتى رمضان ان شاء الله. ما بقى ليا الا نقول لكم بالصحه والراحه.